أسعد الله أوقاتكم وحفظكم من كل شر، آمين. شفنا أمس كيف الملكة كاثرين تخطت حاجز القصر باستخدام الكعب العالي، بس في التاريخ ترى مو دائما كان الكعب العالي للزينة. قدماء المصريين يعني 3500 سنة قبل الميلاد لما نركز على نحوتهم ورسوماتهم نلاقي الكعب العالي موجود، لكن لأغراض أخرى. كانت الأحذية تميز النبلاء عن الفقراء، النبلاء يلبسون أحذية والفقراء يمشون حفاة. وعند قدماء المصريين كانوا الجزارين يلبسون الأحذية ذات الكعب العالي عشان يسيرون بين الذبائح ويتجنبون الدماء والفضلات. أما الإغريق والرومان فكانوا يضعون قطعة طويلة من الخشب تعمل ككعب عالي للحذاء. خلونا نشوف الصورة. كانوا يلبسونها الممثلين للتفريق بين طبقات المجتمع المختلفة، وكانت أيضا سمة من سمات بنات الليل. أما عند الفرس فاشتهر استخدام الكعب العالي للفرسان علشان ما تزل أقدامهم لما يضعونها في ركاب الخيل. أما في القرون الوسطى فكان يستخدم الكعب العالي لحماية الأحذية والأقدام من الطين وأوساخ الطريق. وكان موجود في تركيا من القرن ال15 وانتشر في أوروبا بشكل متقطع، والغريب كان في معارضة نسائية على اللبسة. كان هناك اعتقاد سائد أن الكعب العالي اخترع الرجال علشان يحدون من خروج المرأة ويحكمون سيرها. مع كل هذا استمرت المسيرة وعاد الكعب العالي للضوء في العصر الحديث. ألقاكم بكرة بإذن الله، واترككم مع هالصورة لحذاء حديث من لبوتان. ما أدري مين اللي تقدر تلبسه. طاب يومكم.